جريمة شرف سوهاج. هو كده راجل عشان خد حقه بإيده وغسل عاره؟ وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. في سوهاج زوج في صعيد مصر، الجريمة اللي هزت البلد كلها. في إحدى الدول العربية زوج مصري كان مسافر علشان يشتغل زيه زي ناس كتير قوي، علشان بس يحسن من المعيشة بتاعته، ويفاجأ لفيديو لمراته مع 2 رجالة وفي وضع مخل. ويتحرك الزوج من الخارج لمصر ويخلص على مراته وعلى الراجلين اللي ارتبط اسمهم بيها وبجريمة الخيانة البشعة دي، وغسل الراجل عاره بإيده. سمعت انت اكيد كده صح؟ دي القصة اللي انتشرت في الساعات الاولى من الجريمة، واللي اثارت تعاطف الناس كلها مع المجرم، خصوصا بعد ما اتقال ان الزوج مش ندمان لانه مسافر يشتغل ويتبهدل عشان يوفر لبيته حياة كريمة. تقوم هي تخونه، وخلال ساعات قليلة جدا اتحول الزوج ده من شخص عمل جريمة لحرفيا بطل الناس بتشيد بيه وان هو ابو الرجوله. بل وفي 15 محامي اعلنوا انهم مستعدين يدافعوا عنه. بس للاسف مضطر ابوظ لك الحبكه الدراميه الجميله دي، او مش انا اللي هبوظها الحقيقه. محامي بطل روايتنا اللي قال والله يا جماعه هو مفيش فيديوهات ولا اي حاجه. الله، امال هي الست دي حصل فيها كده ليه؟ المحامي حكى وقال ان الزوج ما راحش لاي فيديوهات، وان مفيش اساس للحكايه اللي انتشرت على السوشيال ميديا دي، ان الزوجه حاول الشخصين اللي كانوا معاها يبتزوها بصورها مقابل ان هم ياخدوا فلوس وما يبعتوش لجوزها، ان الحكايه دي مش حقيقة. طيب أمال إيه الحقيقة؟ على حسب ما قال المحامي في واحدة من المداخلات ليه تليفونيا إن الزوج ما عندوش فيديو أو أي حاجة. الفكرة كلها إن الزوج مع اعتراف من الزوجة إنه كان في فعلا علاقة، وإن الزوج نزل من سفره واتكلم مع زوجته، ده كمان عفى عنها بس راح لأبوها واتكلم معاه وحكى كل اللي حصل. وقال المحامي إنه بسبب قانون الأحوال الشخصية اللي هيلزمه يرجع ليها حقوقها كزوجة فحصل اللي حصل ده. ايه ده؟ يعني تفهم من كده ان الزوج سامح مراته وكان عايز يطلقها بس من غير ما يديها حقوقها كزوجة، وحصل شد وجذب كبير مع ابوها، واللي الكلام معاه كان مستفز لرجولة الزوج، وده اللي خلى الزوج يروح يخلص على الراجلين دول ويقطع الجزء التناسلي لواحد منهم ويطلع يخلص على مراته. بص انا مش هكلمك في الجريمة نفسها لان كده كده كل تفاصيلها التحقيقات هتكشفها، ولا هي الأولى ولا هتكون الأخيرة. أنا هكلمك في اللي هو أهم. أنت تعرف الناس قالت إيه رغم تصريحات المحامي؟ قالوا لا، أكيد المحامي قال كده عشان ينفي عن الزوج تهمة الإصرار والترسل، وده علشان ياخد حكم مخفف. يعني الرأي العام كان في حالة رفض إن ده حصل، لأن خلاص إحنا عملنا الزوج ده بطل وراجل، إزاي أقول إنه ما عندوش دليل وإنها ما تستاهلش اللي حصل ليها؟ شايف إنهم يستاهلوا وإنه والله جدع. أصل هو لو كان اشتكاها كان كبرها 2 سنين سجن، فهي تستاهل اللي حصل فيها. وده لأن القانون المصري بيوقع عقوبة مدتها 2 سنين بتهمة الزنا للزوجة، والشرع كلنا عارفينه تجلد حتى الموت. معلش يعني. طب بالنسبة للزوج تعرف ان العقوبة بتاعته في نفس التهمة 6 شهور، ولازم يكون في منزل الزوجية. يعني لو عمل كده بره منزل الزوجية ليها اعتبار تاني. ما اتكلمتوش عن ده ليه؟ وبعدين ازاي نقول ان الراجل ده بيغسل عاره بايده وهو جاي يتفاوض على حقوق زوجته في حالة الطلاق؟ يعني لو كان تم التنازل عن حقوقها هل كانت هتشوف نفس المصير ده؟ مواعيد وصول الزوج والجريمة تأكد ان ده مش حد جاي والغضب عامي عينيه، ده جاي واتكلم ونام وراح وتفاوض واخد مراته من بيت اهلها. مصر من سنة 2015 ل 2019 اتسجلت 371 حالة قتل تحت مسمى جرائم الشرف، طبعا كلهم ستات لان المجتمع مش بيعتبر خيانة الزوج محل جريمة. وده نفس فكرة الفيلم اللي ناقشها فيلم عفوا أيها القانون، اللي كان قتل الزوجة لزوجها كانت عقوبتها 16 سنة، أما الزوج وفي نفس الحالة هيبقى شهر واحد مع إيقاف التنفيذ. نفس الجريمة هنا جنحة وعلى الناحية التانية جناية. طب ليه هو واحد فيهم عنده جهاز عصبي بيخليه يفقد أعصابه والتاني عنده جهاز بلاي ستيشن؟ ثواني، أنا شايفة إنك تقريبا فهمت إني ببرر. الفعل ده فاحشة وذنب يستاهل العقوبة ومفيش أي مبرر ليه نهائي. غلطت وكانت تستحق أقصى أنواع العقوبة، بس برضه مين اللي يطبق العقوبة؟ هل الزوج؟ يعني لو هي مسألة شرعية وأحكام دين فبرضه في ممثل وجهة مختصة للتنفيذ. هل الشريعة ادت الزوج الحق إنه يقطع الجزء التناسلي ويمثل بالجثة؟ طب خلينا نمشي على الخط ده وإن الراجل فعلا حقه. طب كنا هنعمل إيه لو فعلا كان في فيديوهات ملعوب فيها بالAI اللي تقدر تحط من خلالها أي حد في أي وضع ومن غير قيود؟ وقتها حق الست دي هيكون إيه؟ للسبب ده
في جهات مختصة للتحقيق هي اللي تفصل وتقول مين يستاهل ايه. حتى الشرع اللي انت بتطالب بتطبيقه حاطط شروط عشان تثبت على حد جريمة الزنا، لأنها جريمة كبيرة وما ينفعش تكون من غير دليل. من فترة صغيرة قوي ظهرت ست بتصور جوزها قاعد مع ستات تانية في إحدى الأماكن العامة، هو وجوز أخته، في وضع مش مخل بس مش أحسن حاجة. هل سمعت بقى إن في محامي واحد قال لها تعالي يا ست أنا دافع عنك، مش زي ال15 اللي قرروا يدافعوا عن الزوج؟ تاني كلامي مش عشان أقارن ده بده ولا أقول إن الست تغلط زي الراجل. عندنا مجتمع أحكامه على الراجل في حالة زي دي أصعب كتير، وده علشان إحنا مجتمع شرقي، وده شيء مش هناقشه لأنه قتل بحثا، ولكن عشان تغليظ العقوبة تشمل الاتنين وما تديش مبرر لحد فيهم، وإن الزوج ياخد أرواح ناس تانية وفي جهات هي اللي تنفذ وبحكم قضاء. النهاردة لو الزوج ده مثل بجزء من الجثة وتعاملنا على إنه حقه، غيره بكرة هيعمل أشنع ويبدع ويبتكر في أشكال الجريمة تحت مسمى إنها جريمة شرف، وإنه بيغسل عاره بإيده. في دين وفي دولة وفي قانون. قولي أنت شايف الراجل ده عمل جريمة تستاهل العقوبة ولا عمل شيء نستاهل نسقف له؟ شاركني رأيك في الكومنتات لو كنت على الفيسبوك، ولو كنت على اليوتيوب ما تنساش تتأكد إنك عامل اشتراك في القناة. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحكاية.